السلام عليكم، أنا الشيف شكري وهاعمل معاكم النهارده نوع من الحلويات الشرقية السورية اسمه النغنوغة. جميل جدًا وطعمه جميل زي ما أنتم شايفينه، محشي كريمة وطعمه أحلى من شكله، وإن شاء الله تجربوه وهيعجبكم أهوّة. وعلى بركة الله نبتدي الشغل. عنده نُص كيلو دقيق وعنده ربع كيلو مَيّة، نُص كيلو دقيق وربع كيلو مَيّة ونُص كوباية ربع كوباية شربات ونُص معلقة كبيرة سمنة وفانيليا وطرف المعلقة كربوناتو. وهنبتدي على طول نقلب المواد الجافة مع بعضها، فانيليا وكربونات وطرف المعلقة الصغيرة أهوّة، كربونات اللي هي بتاعة الطعمية، ونُص معلقة كبيرة سمنة أهيّة، وربع كوباية شربات تقيل. الشربات التقيل ده اللي بيدّي لها اللون، ده مهم خالص في العجينة. أي شربات من بتاع البقلاوة بتاع الكنافة اللي عندِك بتعبّي منه. ومعانا ربع كيلو مَيّة، يعني كوباية وربع مَيّة. وهنبدأ نقلب العجينة دي بالراحة كده لحد ما نشوف شكلها هيبقى إزاي. آه. نعجن عادي خالص وندّي الدقيق شوية، شوية ونخلط العجينة بتاعتنا أهوّة. بدأنا ندّي لها الدقيق ونقلّب، العجينة بتربط مع بعضها، المقدار مضبوط، لا تزوّدي مَيّة ولا تزوّدي دقيق، خلّيكِ على المقادير اللي موجودة عندِك دي أهوّة. بندّي لها المَيّة بتاعتها زي ما أنتم شايفين وبنعجن، وهي كده هتاخد المَيّة كلّها بتاعتها لإن مَيّتها مضبوطة أهوّة. نخدّم العجينة ونقلّبها شمال ويمين، خدت المَيّة بتاعتها كلّها اللي هي كوباية وربع. عجينة لمّت أهيّة زي ما أنتم شايفين. هنطلّع العجينة بعد كده على الرخامة قدّامنا ونبدأ إن إحنا نخدّمها أهو. طلّعنا العجينة، والتخديم ده زي ما قُلت مهم جدًا، تخديم العجينة ده مهم جدًا أهوّة زي ما أنتم شايفين. طبعًا هي لا فيها خميرة ولا فيها بيكنج باودر، فيها طرف المعلقة الصغيرة كربوناتو بس أهيّة. بنخدّمها وهنسيبها بعد كده قد 10 دقايق كده بس العجينة تريّح، لإن ما فيش فيها خميرة، مش هنستنى إن هي تخمر آه. تخديم مهم جدًا في العجينة ديّة أهوّة، بتنعم وبتبيض وبتطرى معاك العجينة أهي. وهنسيبها تستريّح 10 دقايق زي ما قُلت ونبدأ نكمّل شغلنا. بعد 10 دقايق أهي العجينة عرقها فَك أهيّة. هنقسم العجينة ديّة 2 أهوّة زي ما أنتم شايفين بالسكينة كده، وهناخد الجزء الأولاني هادهن الأرضية زيت خفيفة عشان هافرد عليها أهوّة. وهابدأ إن أنا أفرد العجينة على أرفع حاجة ممكن آآ أفردها أهو. كل ما ترفّعي كل ما هتبقى النتيجة بتاعتها كويسة. والمقدار ده على قد صينية 30 32 هيمشي الحال معاها، بس مش أصغر من كده، أصغر من كده هتقلّلي في العجينة. عندي الصينية بتاعتي 30 أهيّة، عليها معلقة سمنة جامدة، جامدة مش سايحة، هادهن بيها الأرضية بتاعة الصينية. الصينية زي ما قُلت مقاس 30 أهوّة. بادهن الصينية والجوانب بتاعتها كلّها دهنة كويسة أهوّة. وهاخد العجينة ديّة أفردها في الصينية بتاعتي أهو زي ما أنتم شايفين. اللي بيزيد برّه ما تقطعيهوش، سيبيه لإن العجينة بتكِش سِنّة، فسيبيها تريّح وتاخد راحتها آه. بن بنريّح جميع الجوانب بتاعة الصينية أهوّة، وبعدين الطروف ديّة بنبطّطها في الصينية أهي، لحد ما الصينية كلّها تبقى مَيّة واحدة أهو. موضوع بسيط خالص وسهل خالص ما فيش فيه أي مشكلة. عندي
الكريمه بتاعتي المطبوخه، ده نص كيلو حليب عملته كريمه، والكريمه المطبوخه هسيب لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو اهوت. ده نص كيلو حليب عملته كريمه مطبوخه، احطه في الصينيه وما تكتريش الكريمه علشان ما بتبقاش كويسه مع الكريمه الكتير. وهفرد الكريمه وهسيب قد نص سنتي ما بين الكريمه والصينيه اهو. فردت الكريمه بتاعتي كلها، كريمه طريه اهي. زي ما قلت الصينيه دي مقاس 30، وهركن الصينيه بجنب وافرد الجزء الباقي من العجينه اهو. زي ما فردنا الجزء الاولاني بالظبط، دهنة زيت صغيره في الارضيه وبفرد العجينه عليها أهو. لحد ما بوصل للمقاس بتاع الصينيه اللي انا بشتغل عليها اهو. هلمها على المردنه او تشتريها بايديك على طول، هو الموضوع ما فيش فيه مشكله. وادي الصينيه بتاعتي زي ما قلت مقاس 30، بكرر مقاس 30 عشان ما تشغلوش بالكم بالمقاس اهوت. وهغطي الصينيه بتاعتي بالعجينه دي هريح العجينه خالص في الصينيه من جميع الجوانب اهوت. بريح العجينه خالص لان العجينه بتكش يعني سنه صغيره كده، فبريح علشان الكشه دي بتبقى في العجينه ما تصغرش العجينه يعني، بديلها براحه يعني اهوت. موضوع بسيط وسهل خالص وجديد وطعمه جميل وما فيش فيه مشكله، مش هياخد معاكي اكتر من 10 دقايق اهو. وهقص الزينه بتاعتي، هساوي الصينيه بتاعتي اهو. ده الوش بتاع الصينيه اهوت. اول حاجه هعملها دلوقتي اهو، اول حاجه ان انا هقفل جوانب الصينيه، التك تكي تكي، اقفل العجينتين اللي فوق واللي تحت مع بعض على الكريمه اللي فيها اهو. داير ما يدور الصينيه بصوابعك كده بتقفلي العجينه اللي فوق والعجينه اللي تحت. احنا سايبين نص سنتي ما بين الكريمه والصينيه اهو. بقفل الصينيه اهو تقفيله كويسه. وبعدين بعد كده اهوت هبدا ان انا افرد الصينيه تاني اهو. بفرد الصينيه اهوت، بفرد الكريمه في الصينيه بالراحه كده. هيقابلك طبعا هوا زي ما انت شايفه كده، عملته ببوز السكينه، فضيته ببوز السكينه اهوت. بفرد الكريمه في الصينيه اهو. ادي الهوا اهو، فضيته بطرف السكينه كده اهوت. وظبطت الصينيه بتاعتي خالص، خليتها كلها ميه واحده، ووزعت الكريمه فيها كلها. طبعا انا قافل الجوانب كويس فالكريمه مش هتخرج من الصينيه. وهبدا بسكينه اعلم بس في الرق الاولاني، مش السكينه ما تدخلش في العجين، ما تدخلش في الصينيه. انا بعلم بس في الرق اللي فوق اهو. قطعيها التقطيعه اللي انت تحبيها. انا بعلم اهوت بالصينيه، وتبقى السكينه حاميه عشان ما تشدش في العجين اهوت. خدتها طول وهعدلها واخدها عرض اهو. التقطيعه العاديه خالص. وحطيت عليها السمنه، مقدار سمنه قد ربع كوبايه كده، وهسيبها تشرب السمنه بتاعتها. وبعدين ادخلها الفرن. هدخلها الفرن على 150 درجه على الشبكه اللي في الوسط، تطلع زي ما انتم شايفينها كده. هسقي بالشربات التقيل اللي هو كوبايتين سكر وكوبايه ميه، كوبايتين سكر وكوبايه ميه. الشربات ده بنعمل بيه الجلاش وبنعمل بيه الكنافه اهوت، الشربات التقيل ده. واسقيها بالمعلقه كده، ما بكبش عليها شربات، بالمعلقه واحده واحده كده وهي سخنه والشربات بارد. وهبدا ان انا اسقي الصينيه بتاعتي اهو. الجوانب بسقي بالمعلقه سنه سنه زي ما قلت، علشان
دي ما بتكبلهاش شربات. آه. وهسيبها بعد كده تبرد تشرب شربتها ونشوف شكلها بعد كده. بردت خالص وشربت الشربات بتاعتها، هبدأ إن أنا أقطعها وما تجيش جنبها إلا ما تبرد خالص. أهو هنطلع الحتة، ما شاء الله طالعة زي الفل اهيت، القطعة طالعة كويسة اهوت. هقربها لكم تشوفوا شكلها بعد ما شربت الشربات وبردت والكريمة بتاعتها مسكت. شكلها جميل جدا وطعمها جميل وجديدة، زي ما قلت ده نوع سوري اهوت. ادي شكلها، وان شاء الله تجربوه وتعجبكم لان هو يستاهل التجربة اهو. ما خدش وقت، ما خدش حاجة، هي الكريمة والشربات وانتوا في المواضيع دي خلاص ما عادش نتكلم فيها. هي العجينة وكلها على بعضها وبتتخدم وبتتفرد على نصين وخلصت الموضوع على كده اهو. شكلها جميل فعلا وطعمها احلى من شكلها زي ما بنقول، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم اهي. شربتها كويس جدا، شربات تقيل زي ما قلنا بتاع الكنافة والجلاش اهوت. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.